القمة 130 بقت هي قمة الضرب على الوتر الحساس. فجأة القمة 130 هتتلعب ازاي؟ الذكاء الاصطناعي. طبعا كان معروف انه رابطة الأندية عاملة القرعة بالأرقام يعني. لكن انها تطلع يعني بعد صلاة الفجر، الناس صلت الفجر كده ونوت ال- الصيام، طلع علينا القمة 130 الحق ده هتتلعب يوم الثلاث الجاي الساعة 9 ونص. الأسباب معروفة والناس اتكلمت فيها والرابطة اتكلمت فيها، لكن هي خدت شكل مختلف عن كل القمم. القمة اللي عملت نوع من الهلع العام في المعسكرين، يمكن الإدارتين ما اتكلموش كتير، لكن الأنصار خرجوا. هنا بيقول لك إن الجدول ده ظالم، الأهلي هيلاعب الزمالك وبعديه بيراميدز، الزمالك هيلاعب بيراميدز في الاسبوع السادس، وده معناته ان ممكن يبقى فيه لا مؤاخذه اي حاجه من هذا الكلام. الاهلي فارقه معاه، الزمالك يمكن مش فارقه قوي. طيب اللي يقول لك ان الاهلي مش هيطلع غير مره واحده بس في الثمان مباريات فيهم واحده باي، انما بيراميدز هيطلع اربع مرات، يعني بقى شغل التلكيك المبكر بدأ مع القمة. ويمكن الوضع ده قبل المباراة بأربع خمس أيام هيخلي الزيطة والزمبريطة يعني إيه تاخد رتم أسرع شوية، لأن كل واحد عايز يلحق يثبت إن هو ملك أكتر من الملك. هي قمة هتتلعب. طبعا مفيش شك إنه اللي حصل ده شيء خارق للعادة، لم يحدث من قبل. تحت عنوان طبعا الذكاء الاصطناعي، وزي ما عادل إمام قال يعني لو كل جدول بقى، مش لو كل اللهم اني صايم زي ما قال عادل امام، اتعمل بالذكاء الاصطناعي وخرج بالشكل السريع ده المفاجئ ده، اللي بيضرب على يعني اوتار كتيره. انا قلت يعني اخترت وتر واحد، لكن محدش عارف شكلها يبقى ايه. ليه؟ لانها قمه على سهوه. وكل سنه وانتم طيبين.